شكون اللي شرا العيد؟ صح. السلام عليكم يا الإخوان، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وعافية. اليوم حبيت نحكي لكم على واحدة القصة منعشة للمورال. صرات في واحدة المدرسة وعند واحد الأستاذ تاع لغة عربية، ربي يبارك فيه وفي أصله. وإحنا رانا في هذه الأيام المباركة تاع شهر رمضان، شهر الرحمة والخير. هذا السيد دار مبادرة يشكر عليها. وش صرا في القسم؟ الأستاذ دخل القسم اللي فيه 42 تلميذ حتى جبدلهم على قش العيد. سقساهم: يا دراري، شكون اللي شراتوا لهم الدار حوايج العيد؟ الصدمة كانت كي ناضوا غير 5 تلاميذ برك، والباقي حوالي 37 طفل مساكن مازال ما شرا والو. هنا الأستاذ ما حبش يخلي الغبينة في قلوبهم، وقرر يدير لهم تحدي فيه بزاف النية والتحفيز. قالهم: اللي يربح هذا التحدي هو الأول، أنا نتكفل به ونشري له وش يحب من قش العيد، ومن عندي أنا شخصيا. أياك يكشف على التحدي، صدق التحدي أغلى من لباس تاع العيد نفسه. شوفوا معنا. شكون اللي شرا العيد؟ صح. اللي شرا العيد، صح. شكون اللي ما شراش العيد؟ شحال؟ 70. صح. صح. اسمعني. صاي. إذا أنا أعطيكم تحدي، اللي يجيب التحدي نشري له العيد. نشري له اللي يبغاه يشري. طيب. ريح. واحد. زوج. نعطيكم تحدي. صح. من هو؟ صح. اللي حافظ البقرة، شكون اللي حافظ البقرة؟ أجزاء البقرة. صح. صح. شحال باقي ل 20 رمضان؟ شحال؟ كم باقي ل 20 رمضان؟ 20. صح. صاي هدوء. إذا اللي يحفظ حزبين من سورة البقرة، الأول ولا الثاني ولا حزبين من سورة البقرة. يحفظ الأول يكون بدون أخطاء، أنا نشري له العيد. من 20 رمضان باقي 12 يوم. حزبين. هاد المبادرة ماشي غير على القش، راهي فيها حكمة ومنفعة كبيرة، راهي تحببهم في كلام ربي وتزرع فيهم روح المنافسة الشريفة. نتمناو هاد الأفكار تتعمم في كامل الولايات، والأساتذة اللي قادرين يزهيوا قلوب الدراري ما يبخلوش، راهو أجر عظيم.